لا، ما هو الواحد لازم يتكلم، مش هينفع يسكت اكتر من كده. هو اسامه ابو علي هيرجع الاهلي تاني؟ وايه موضوع امام عاشور بالتفصيل؟ طب ورضا سليم خلاص كده باي باي؟ طب ايه المشتتات للاهلي الموسم الجاي؟ كل الكلام ده هرد لك عليه بالتفاصيل في حلقه النهارده. تابعنا لحد الاخر، بس قبل ما اقول لك واجاوب لك عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات عشان يجيلك كل جديد، وعايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه. ويلا بينا نبدا. اول حاجه معانا النهارده هو اسامه ابو علي راجع الاهلي تاني. هقول لك يا باشا محدش فاهم حاجه. المفروض اللي اسامه ابو علي مش في الاهلي وخلاص في امريكا. يا اخويا ايه اللي يحصل؟ النادي الامريكي ما يعرفش يسجله ولا يقيده. طب هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان سياسه المال النظيف. مالكش غير 3 لاعبين بس هم دول اللي تقدر تديهم اعلى من الحد الاعلى للاجور، الباقي ما ينفعش. هتقول لي يعني النادي الامريكي وهو بيتعاقد مع وسام ما كانش عارف اللي فيه عنده 3؟ اقول لك لا، كان عارف، بس كان في لعيب منهم متصاب واصابته هتطول، فكان شكلهم هيركنوه ركنه حلوه. بيبصوا لقى اللعيب رجع، الكلام دوت على كلامهم. طب وبعدين وسام زي ما انتوا كلكم سمعتوا الايام اللي فاتت، ما رضيتش اتكلم في الموضوع بصراحه عشان الموضوع بوخ. كان عنده 3 حلول، يا يقلل راتبه، يا اما يستنى، يا اما يروح اعاره في شهر 1 اللي جاي. المهم روح النادي الامريكي ما يبعتش اول دفعه ال5 مليون دولار زرار ما تدفعوش. النادي الاهلي الناس بتقول لك النادي الاهلي هيقيده في القائمه بتاعت الدوري وافريقيا. لا، هو النادي الاهلي اوريدي مقيده لغايه ما الفلوس تجيله فيبعت البطاقه الدوليه بتاعته للنادي الامريكي. الفلوس ما جاتش، النادي الاهلي ما بعتش وهو مقيده. يعني مش بعيد تلاقي وسام موجود معانا اول ماتش في التشكيله اساسا، ما هو مقيد في الدوري. طبعا في ناس زملكاويه زعلانين جدا، بس احنا طبعا متضايقين. احنا مش عايزينك يا وسام ولا تفرق لنا. انا معاكم، وسام مفيش لاعب هيجي يعوضه، بس احنا مش جاي معانا. كيف نحط احتياطي تالت بعد محمد الشريف وجراديشار؟ يبقى وسام. عاجبه مش عاجبه، ما عندوش حلول تانية. طب هيحصل ايه دلوقتي؟ النادي الاهلي مستني لمده 24 ساعه علشان يقول لك رسميا اللي وسام ابو علي معانا. ما خلاص، العقد ما اتفعلش بنوده. طب والحل؟ مفيش حلول، بس اللي سمعناه اللي وسام ابو علي، بص بقى الخبث والكهن والبص بقى الشغل اللي مش حلو ده. وسام ابو علي كلم شوبير، قال له والنبي يا شوبير اطلع قول في البرنامج تاني ان انا بعتذر لجمهور الاهلي رابع مره. وشوبير طلع واتكلم في البرنامج وقال الكلام اللي وسام قاله له، بيعتذر لجمهور الاهلي. هنقبل ما نقبلش احنا ملناش دعوه، في مدرب هيشوف الافيد لمصلحه النادي الاهلي. احنا مش فاضيين لوسام ولا غير وسام، احنا عندنا دوري وكاس وافريقيا، حاجات مهمه عايزين ناخدها. مش فاضيين للكلام ده. نخش اللي بعد كده، اللي بعده امام عاشور. لسه ما مدتش عقده. النادي الاهلي قال له يا ابني انت عقدك لغايه 2028، انت فئه اولى، عايزين نمد لك عقدك. قال لهم طيب القبايج هيبقى كام؟ قالوا له هنزودك، هنخليك تاخد 25 والعقد الاعلانات 35. قال لهم لا، خلوا عقد الاعلانات 50 زي زيزو، انا نجم الفريق الاول وعايز زي زيزو. قالوا له والله لا، انت يعني عقد الاعلانات، شركه الكوره قالت له عقد الاعلانات بتاعك ما ينفعش يبقى 50، ممكن ما نقفلش الاعلانات ديت. ايه الحل؟ راح وكيل اعماله قال لهم لا والله، طب انت ممكن تحط لي ال 20 اللي احنا بنتكلم فيها دي، 20 مليون. بيتكلموا في فرق 20 مليون، انت بتتكلم في فرق في الشركه 200 جنيه، ده بيتكلم فرق 20 مليون. ربنا يصبرنا. المهم
قال لهم ايه ممكن تحطهم ايه يعني مكافأة اداء. فالخطيب طلع بنفسه قال له لا مش هنخالف اللوائح والبنود ومش هنحط مكافأة اداء 20 مليون. طب الحل نمدد؟ ما نمددش، لغايه دلوقتي مفيش تمديد، مع ان النادي الاهلي كان عايز امام عاشور يفضل معاه لغايه 2030 يبقى هو كابيتانو بتاع الفريق. بس ادينا هنشوف اللي هيحصل الايام الجايه. نيجي للخبر اللي بعد كده، حاجه كده غريبه شويه يعني. رضا سليم هيرجع الجيش الملكي والنادي الاهلي هيدفع جزء من راتبه. رضا سليم بعد ما كان نجم الجيش الملكي وكان ليه مستقبل باهر، ده حتى اللعيب اللي كان تحتيه في الفريق الجيش الملكي دلوقتي بقى من اقوى اللعيبه في اوروبا، تمام، وبقى قيمته في حدود ال 10 مليون دولار. رضا سليم هنرجعه فريقه وكمان هندفع له جزء من الراتب، هندفع له في حدود 100,000 دولار من الراتب بتاعه. ف قصه غريبه. رضا سليم اداء غير متوقع، اصابات كتير، يعني انا مش عارف ايه اللي حصل له، مع اننا كنا متوقعين ده يبقى حاجه كده اسطوريه في النادي الاهلي، بس للاسف. اكتب لي في الكومنتات يا جماعه كل وصل للنقطه ديت انتوا كنتوا شايفين رضا سليم ده المفروض يبقى ايه، تمام؟ وتابعني عشان اقول لك كلمه السر اللي هيكتبها هيدخل معايا السحب، مش كل مره هنأكد الكلام دوت. نيجي لاخر نقطه، الحلقه مختصره جدا الحلقه دي. ايه هي المشتتات اللي هتواجه المدرب الموسم الجاي؟ المدرب مشكلته اللي هو عنده فكر وفكره كويس جدا، بس هل الفكر دوت لو ما اداش النتيجه المطلوبه هيغيره ولا مش هيغيره؟ احنا المدرب ده يلعب كره هجوميه من اول ماتش، في ملعبه مش في ملعبه يلعب كره هجوميه، بس هل الاداء دوت هيوصله اللي احنا عايزينه؟ احنا اهم حاجه عندنا النتيجه. انا بالنسبه لي اهم حاجه عندي النتيجه. في ناس تقول لك لا سكسي فوتبول والجو، انا ما ياكلش معايا الكلام ده. انا عايز اشوف النتيجه كام في الاخر، اطلع كسبان 1-0 كسبان هتبسط، تمام؟ فهل هيقدر يحقق كل الكلام ده الموسم الجاي؟ عايزك تكتب لي في الكومنتات توقعاتك الاهلي هيكسب ايه في البطولات بتاعت الموسم الجاي. وما دام وصلت لهنا كلمه السر اكتب لي ملعب محمد مكي عشان تخش السحب معايا اول ما اكمل 10,000 مشترك على القناه على تيشيرت النادي الاهلي. اكتب لي محمد مكي. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، واعمل لايك وسبسكرايب وبس كده.